قبل الفرح ازاي نهتم بصحتنا وجسمنا. الجزء الاول هتكلم عن الفاكهة. مش لازم خالص نمشي على دايت قاسي، بس المهم اننا ناخد كفايتنا من الفاكهة. مليانة الياف ومعادن وفيتامينز، وبتدخل الجسم كمية مية مناسبة، ده غير مضادات الأكسدة. وزي ما انتوا عارفين ان فاكهة الموسم هي احلى فاكهة ممكن تتاكل. في الصيف بناخد الحاجات اللي فيها مية، وفي الشتاء بناخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي. ممكن ناكلها لوحدها، ممكن نحطها مع حاجات تانية زي الشوفان او الشوكولاتة الغامقة. حتى لو بره البيت ممكن تلاقوا اوبشنز حلوة قوي انكم تاخدوها، ولو في البيت اعملوا بلاتر كبيرة وكلوا زي ما انتوا عايزين. بالنسبة لي المنقذ في الوقت ده هو التفاح. مش محتاج تجهيز وتقشير، مش بيبوظ وسهل ناخده في اي مكان. لو ما لقيناش الاوبشن ده ممكن ناخد الفاكهة المتقطعة اللي بتكون في السوبر ماركت، او الفاكهة المجففة. وفي براندز مصرية حلوة قوي عاملين انواع كتير وحلوة قوي. هقول لكم تحطوا الفاكهة على السلطة ازاي في بارت 2. قبل الفرح الجزء التاني. في الجزء الأول عرفنا فايدة الفاكهة، تعالوا أقول لكم طريقة ازاي نخفف السكر بتاعها بأننا نضيفها على السلطات. في فواكه معينة بتليق قوي مع الخضار، وبتخلي طعم السلطة أحلى بكتير وفوائدها أعلى. الاتنين بيكملوا بعض، الخضار والفاكهة. فالفاكهة مش بتخلينا نزهق من الخضار، والخضار بيوازن السكر الموجود في الفاكهة. في تتبيلات كتير ممكن نضيفها على السلطة بيكون فيها عسل، فبدل ما نضطر نضيفه بكميات كبيرة أو نضيف سكر أو نخلي حاجة تحلي طعم السلطة، بنضيف فاكهة أحسن. ومش شرط الفاكهة تبقى مسكرة عشان بس نحطها على السلطة. في فاكهة حلوة قوي زي الرمان بتخلي طعم السلطة أحلى بالمزازة والقرمشة بتاعته. الفراولة والمكسرات مع بلسمك جليز مع الجبنة بتعمل ميكس حلو قوي. التوت عامة مع الجبن سواء كانت حادقة أو مايلد، وعليها دريسنج خفيف مع جرجير وخس، بتكون سلطة حلوة قوي وممكن تكون وجبة. الورق الأخضر بطبيعته بيزهق، مش هنقدر ناكله بكميات لو هو لوحده، بس لو ضفنا له الحاجات دي وشوية فاكهة تدي تويست كده في الطعم، هنلاقي نفسنا بناكل سلطة كل يوم مع تتبيلة كويسة تمزج المكونات مع بعض. في ناس بتحب تحط فواكه غريبة على السلطات. بالنسبة لي أغرب فاكهة حطيتها هي الليتشي. قولوا لي ايه أغرب فاكهة حطيتوها قبل كده على سلطة، واستنوا الجزء التالت. قبل الفرح الجزء التالت، تعالوا نشوف ممكن نشرب ايه يدي وشنا النضارة ونزود ترطيب جسمنا بطريقة طبيعية. أول حاجة العصاير، ودي ممكن نشربها دافية أو باردة. تاني حاجة سموذيز، ودي ممكن ناخدها كوجبة لأنها بتكون فيها كذا حاجة مع بعض، فبتشبع بس بقيمة غذائية عالية. فبنضمن إن الجسم بياخد كل المعادن والفيتامينز اللي هو الأصح إننا ناكل الفاكهة زي ما هي عشان الفايبرز اللي فيها، لكن الفترة دي مش بنلحق، فالأحسن ناخدها في صورة عصير. تاني حاجة الشاي الأعشاب، اللي مش بيكون فيه شاي أسود، بيكون خلطات أعشاب طبيعية مع بعض، بيهدي الأعصاب. ولو متأخرين وبنعمل مشاوير كتير برا البيت، فالحل الأمثل هو العصائر الطبيعية اللي بتكون برا البيت، بس نتأكد إنه مش مضاف لها سكر. وعشان نزود البروتين ممكن نزود زبادي يوناني أو بذور شيا. الشاي اللي فيه أعشاب عطرية من أحسن أنواع الشاي اللي ممكن تجربوها الفترة دي، بيحسن المود، بيخلي ريحة الجسم أحلى. وعشان نهدي أعصابنا، النعناع واليانسون هما أكتر حاجات محتاجينها الفترة دي. وأكيد ما ننساش المية، ونقلل الكافيين لكوباية واحدة بس في اليوم أو بلاش خالص.